بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم والله حبيت نعلق فوق من الموضوع متاع البارح فيما يخص الوضعية اللي تعرضوا لها العسكريين في خمودة في جبل سمامة، واللي اتكلمت فيه الموضوع ذاك يعني، وتكلمت على المسؤولية اللي شكون ترجع. إلا أنه هنا نتابعوا بكامل الدقة كيف يمشي سي الباجي على أساس تكسير الحكومة هذه كونها عاجزة وكل شيء كذا، واحنا نشاهدوا يعني العجز منين جاء وداخل الاتحاد العام التونسي الشغل في المسألة، على أساس أنه هو مجرد منظمة يعني تابعة شغيلة في البلاد يا أخي يولي يفتك الحكم، يعني بقوة العدد متاع المنخرطين في متاع العمال والوظيفة العمومية، بطبيعة الحال يولي يفتك السلطة، يولي يعني ياخذ جزء من القرار في الدولة. إذن هنا يعني الحكومة ما عادش عندها حتى قيمة، إذا كان يعني قرار الحكومة شيء ينتزعه الرئيس وشيء يمشي للمجلس النواب وشيء تسطو عليه النقابات، ومعناتها ولا سيما الاتحاد العام التونسي للشغل انتهى. ما عادش عندنا علاش نعملوا حكومه في البلاد، وما عادش عندنا نعملوا يعني الحكومه اللي باش تبدا كومباتيبل معاهم معناها هي معاهم في العجه متفاهمين، والا الحكومه اللي باش تحب تخدم وقرارها معناتها يعني تحب تنفذه في البرنامج اللي وعدت به، يعني ما يخلوهاش. دونك لا فايدة ان الدولة التونسية تحظى بحكومة، بربي احكموا انتم مطول ومن غير ما تكذبوا علينا يعني في تكوين حكومة، وخلوها هكاك تصرح وتروح وانتم هاكم اربعة. الراعي الرباعي الراعي الائتلاف، واللي هو اصلا معناتها عودته الطبخة من جديد وواحد وكل شيء كذا وتتسمى هو يعني حكومة وحدة وطنية. انا وحدة وطنية، ثم دولة هنا وثم منظمات، المنظمات تاخذ شكلها الطبيعي في الدولة، يعني ما تفرش القرار. ثم الدولة تتنصب على قوانين وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا معناتها وعلى تنظيم كامل، فما تجيش الدولة توزع يعني أكل قوانين هذيك تولي أديسكوتي من طرف أربعة ولا خمسة يعني كتل سياسية. دونك ما عادش دولة من الأساس، هو كذبة على المواطن، يعني فرطاس على فرطاس على فرطاس. إجا نتفاهموا وخويا تعرف كيفاش انت هاك بايك وانا هذا بايب وكذا وكذا وكذا، ولا الباقي رعاع نتصرفوا فيه، ولا هاوش وقع بالضبط. هذا ما يفسروا كلام سي العباسي اليوم، يعني بعد ما خلوها وجلوها وكل شيء كذا، وتحديدا انتر بارونتيز نكلم مباشرة سي العباسي. اتفضل انا نوريك في قفصة يعني من الاتحاد العام التونسي للشغل 130 وظيفة عمومية دخلت بالرشوة يعطوا فيها النقابي، على خاطر سي النقابي استاع على قرار رئيس البلدية، والبلدية رئيس البلدية ولا يد فوقانية، والسيد هذا يلو راه يعني مليون مليون ونص زوز ملايين، وبحكم انه السلطة اللي اعطيتها انت سي العباسي بالغطرسة وكل شيء كذا، السيد هذايا يعني 130 ملف يتقبلوا بالرشوة في التابعين للبيئة. اثنين، انه في جهة المكناسي يعني ثم شكون هما يعني شكاو على اساس التوظيف متاعهم، فيجي اش يقول السيد هذايا اللي هو ينتمي للنقابة، يطلع لفوق لتونس ويرجع لهم يقول لهم لا سبيل اليه الا اذا كان يعني اجمع اللي انتم باش تتوظفوا كل شيء كذا، احنا ولاد عمنا واللي ينتمي لنا كل شيء، احنا حاجتنا مثلا 100 وظيفة باش ندبروها لكم، 10% لنا احنا تعطونا، يعني انتم تعطينا 10% تتنازلوا على، نقولوا احنا 100 تتنازلوا على 10 لنا احنا اللي هم لينا ولا كذا، ولا ربما باش يبيعوهم ولا كذا ولا كذا. دونك
معناه كي يتكلم اليوم السيد الوزير على ولا شكون على الفساد وكل شيء كذا، الفساد الإداري هو موجود حاليا من الثورة ورد توجد في الاتحاد العام للشغل في النقابات سيما، وأنه نستشهد بحادثة أنا 2012 موجود في معمل سيمان تاع جبل الرصاص، وكان فيه مشروع ودخل فيه وقت الوزير الأول الجبالي، والمشروع هذاك يعني كان يتكلف بأقل من 2 مليار دينار، فأصبح 2.4 على ما أظن على ما ذكر، يعني على ما سمعت من الأطراف واحد كل شيء كذا. هذا الكل يعني الإضرابات، والإضرابات علاش؟ إنسان يعني ما عنده حتى مستوى يجوا يمدوا له معناتها تنو واحد وكل شيء كذا وساشيه كحله، وين تمشي هز كاغط بقداش الجورنات نتاعو السيد هذايا، 960 دينار. يفطر فطور الصباح عليهم هما، الماكلة على 4 و5 و6 أصناف عليهم هما، التاي 24 سور 24 عليهم هما، والترانسبور عليهم هما، و960 دينار. والسيد يجي على خاطر واحد منهم شارك في النقابة نتاع حزب عمال تونس ويتظاهر بيهم واحد وكل شيء كذا، يعني تكسير خدمة لا علينا. هذا يعني باش نوري أنا يعني كوارث النقابات في تونس ايش قاعدة تعمل بالضبط، وما حتى شيء. ودايور معناتها الخدمة طومبورير هذه نتاع عامين ولا ثلاثة ويمشوا، ومشيت الخدمة ومشى كل شيء، ما يتكلف المعمل مرتين قد حقه. أه ومشى على روحه، والعباد هذيك وين موجود يعني تسكى يعني، ولا يعني كي نجي نشوفوا بالضبط الحكايه شكون تخدم هما يعني المسؤولين نتاع النقابات، عمرها ما كانت والواحد وبعمرها ما كانت بالمجد يعني تنظر على استراتيجي نتاع لي سالير، باش على اساس لي سالير هذيك يعني يتعدل الاقتصاد كامل نتاع بلاد. هذايا ما ثماش وما وش موجود، وإني با اديسكوتي في حدود النقابات نتاع تونس، ومش شغلها ومش كذا. باهي، يجي يقول مثلا يعلل سي العباسي كلامه على اساس بور ارجيومونتي اللي الموقف نتاعو ضد حكومة الصيد. بطبيعة الحال هو لهنا معناتها داخل في حكومة الوحدة الوطنية، ولكن باش يخلي باب يثور على الحكومة نتاع الشاهد الجديدة في أي وقت. الخبث معناتها نوع نتاع الخبث، وهذايا سي البوزيسيون تاع سيد العباسي راهي يعني إيليغال على مستوى القانون الدولي. الوضعية نتاعك كنقابة راهي إيليغال، الكلام اللي قاعد تقول فيه والسويفي اللي قاعد تقول فيه خارج نطاقك انت، هذيك الدولة تتحاسب عليه. ما للوجه دولة عاد نحطوك انت دولة وانتهاش نعملوا به الرئيس وش نعمل مجلس النواب وش نعمل اذا كان انت تولي صاحب القرار. فيق على حالك يا عباسي، فيق على حالك. البوزيسيون دي مش باش تدوم لك ومش باش تقعد لك، فهمتني؟ وانت خارج دايور خارج على يعني المفهوم نتاع يعني ديونتولوجيك جملة. انت ما بارلو با سالير، انت ماكش تلوج حقوق الاجير وحقوق كذا، انت وليت تحب تفك السلطة في البلاد، تحب تفك السلطة في البلاد بالتهديد. وانت فيه جانب زادة اذا كان ما تكونش مشارك فيه انت تعلن به، ولو انه في عمليات يعني وقعت قبل كل شيء كذا، يعني المؤشر يقول واني النقابة لها دخل في يعني في حالات وقعت الجيش وقعت الامن من غير ما تتكلم، من غير ما تتكلم. الفصال اللي عندك هي يعني نقابة الامن، انت حبيت تاخذ ترونش من الامن باش تخدم به، يسيتو سرت لا به. ولو انه نجي نشوفوا الامن الكل مش راضي على اللي قاعد يقع يعني في خص الاسره نتاع الامن. بون الامن هو يعني با ابلي يعني باش واحد الامن امن عنده مفهوم كيما الجيش، عنده مفهوم للدوله كيما الجيش. سوني با دو سينيسور معناتها باش ينجم يكون نقابي ولا كذا اللي هو يعني امني ويهضم النقابه وينشط فيها ولا كذا، هو مش في واقع الامر عمره ما كان امني، فهمتني؟ وما عادش يصلح للامن، خاطر الامن عنده يعني 4 حاجات يخدم بيهم كيما الجيش يعني، اما هو يمتاز ب4 حاجات. هو يعني اللي موكول معناتها بالارشاد والمساعده، التوجيه، الانذار والتوبيخ، ومن بعد نجيو للصيغه نتاع الامن
واللي انتم ما حطيتوها لو هي مشى معاكم. يعني الامن يمشي في مراحله العاديه والطبيعيه ككل دوله متاع تونس، وما يقدرش حتى واحد يقول انه الامن التونسي معناتها مجرم. سوني با مجرم، سون دي كونفرونتاسيون يقعوا هنا وغادي مع عون امن ولا دوريه ولا كذا، فيهم واحد طماع وشي باكوا وكذا وكذا. ما تضفاش الامن عليه الصوره متاع سقوط الامن التونسي. اني با ساقط، اني با ساقط، واللي عنده ما ينجم يقول يتفضل. الامن ياخذ تحت ايدينا ومعانا، فهمتني، العسكريين، ونعرفوا اقصى اللي ممكن يمشي له الامن يمشي في مراحل شخصيه كيفكم انتم كلكم تخدموا في الرشوه وتوهكم تبيعوا. شنو انت اشرف منه؟ يعني انت اكثر يعني شاد النقابه باش تدخل العباد تو ب 12 مليون ب 20 مليون من تحت يديك انت. انت كل اداره متسلط فيها والقرار لك انت وواحد وكل شيء كذا. دونك فهمتني، النقابيين اللي هم عندهم توا اكبر دخل في الوظيفه العموميه. انت ما يوافقش نقابه، النقابه ما توافقش، مستحيل باش يقبلوه البشر، ومستحيل باش مدير والا رئيس بلديه ولا كذا عنده قرار من غير نقابه. اي دونك معناتها الرشوه ليش قاعده تمشي؟ عيني في عينكم ليش مو قاعده تمشي؟ به، انت اليوم تقول في الارجيومون بتاعك، تقول على اساس وانه يعني احنا كان موقفنا مع الحكومه الواحد وكل شيء كذا، معناتها ما حبش يخضع رئيس الحكومه سي سيد للامر الواقع. ده خويا الامر الواقع عندك انت نقابه منظمه في البلاد، مجرد منظمه، مجرد منظمه. الامر الواقع يفرض الانستان، يفرض الانستان من احداث ومن يعني الاطار المالي متاع الدولة والاطار الامني متاع الدولة والحالات الاجتماعية والتقارير متاع الوزارة. هذاك هو الامر الواقع. ماكش باش تفرضوا انت الامر الواقع. انت صنعت امر واقع على الصيت. انت وزافي فابريكي امر واقع. انت تو لا فابريكي. انت خلقت الازمة باش في النهاية يعني الباجي يجي يا خويا نعملوا حكومة مشاركين فيها كل واحد قصعة متاع عصيدة وكل واحد يهز مغارفة برجولين. ها وش عملت انت؟ باش تقول الامر الواقع يعني ما تكسبوش. انت ما عندكش الحق تقول الكلمة دي، ما عندكش الحق تقول. يعني على مستوى احنا وقت نجي نشوف الاتفاقية العالمية مكافحة الفساد، هم داير مش يتكلموا في المنظمات، يكلموا المنظمات باش تكون داخل نطاق يعني تراتيب الدولة. انت يا سيد عمل دولة وحدك وتخضع في حكومة للامر الواقع متاعك. فيق على حالك يا سيدي، فيق على حالك، فيق على الكلام اللي تتكلم فيه. ربما تتكلم في توانسه راك ما تدريش، انت ماكش امر واقع اصلا. احنا رغم ما نجموش نستغنوا على حكومه وعلى على رئيس ولا على برلمان الدوله مثلا الوطن التونسي، اما نجموا نستغنوا على نقابه. امريكا وما ادراك ما عندهاش نقابه، وخير منك انت واللي صار لي بامورهم وكل شيء. انت الكارثه في البلاد. انت اللي قاعد تساهم في مؤسسات الدوله وسكرت المعامل. انت اللي قاعد تغني بالمواطنين وهكذا وهكذا وهكذا. انت اللي قاعد معناتها بالمعلمين قاعد تبتز في المواطن، يعني في اولاده وكل شيء، تقول انا نتكلموا في التلميذ. شكون قال لك ما عندكش حق تكلم لي في ولدي؟ يعني انا ولدي مسؤول عليه، انا النقابه نتاع ولدي، انا نصرف عليه، انا جو لانفيستي. هذاك مستقبل تونس قاعد جو لانفيستي من دمي انا. اللي انت تدافع شكون كلفك تدافع لي على ولدي وانا وين موجود؟ طحان عندك انا دافع على ولدي. ايش كلفك انت تدافع لي على ولدي؟ دفعت لي انت على الصلاير بتاعي ميليتير، ما كنت لي وزاره الدفاع باش تتكلم انت على ولدي؟ ما اوقعكم ما تعرفوش حتى تتكلموا، ما تعرفوهاش اصلا. الشعب اللي قاعد يسمع فيكم ما هو اللي بوقر هو تيجي امر واقع. تملكوا انت الامر الواقع. الظرف اللي في البلاد هذاك هو الامر الواقع. ورئيس الحكومه اللي ابلي اسا هو عنده فيزيون في الشيء. اذا كان هو عنده فيزيون وتجي انت برنامج تحصلون من وسطه واحد وكل شيء كذا، فهمتني، كيفاش تحب كيفاش تحبوا باش يخدم؟ وليه انت باش نعملوا ديبار؟ والرتار اللي وقع في حكومه الصيد وكل مسجل عليك انت ومسجل على النقابه ومسجل على والديكم الكل. وفي فوار الرتار باش يتكلف لكم. لو بعد تعريس عناني ترحما على الشهداء. شكون قال امك شهيد هو؟
شكون قال لك امك شهيد؟ هو مقتول ودمه باش يقعد لبرا حتى لين يخلص. وانت تعرف شكون قتله يا سي العباسي؟ طب ليش تزيدوا تقتلوه البشر الميليتير، تزيدوا تقتلوه اون بليس، تزيدوا تستغلوا دمه باش في المحافل متاعكم والاجتماعات وكل شيء كذا تشروا بيه حب المواطن. فريمون طفوا عليكم قداشكم عباد صدقني ترحما بكامل البساطة، كأنه ما هوش من فاميلتك، ما هوش من عبادك، ما هوش من الفئة دي، بكامل البساطة ترحما. لا لا خلي رحمتك عندك. احنا كنا ندخل الجيش نعرفوا روحنا باش نموتوا في اي لحظة، مش مستحقين لك انت باش انت بعدين انت معانا في الجبل ولا معانا في السماء، وكي ذاك الواحد جيعان وكذاك الواحد عريان وكذاك واحد وادي يقدر يتصارع ويذيب وكذا معانا انت. مستحق لك انا؟ ده نضحك ونلعب في تنقرة الجبال وظل الشر قاتلني والبرد والهم والعذاب والواحد كل شيء كذا ما يستاهل عليك انت. باش تجي انت ترحم عليا ما عندك وقع شي لا وقعها هذه. بدل انك تقول ترحم تقول نتابع الحكايه بتاع الواحد. ايش فيك ما تتكلمش تقول والله حكايه الواحد هذه مثوره واحد كذا يلزم نلقوا فيها حل. ايش بيك ما تتكلمش يجي دمه الموضوع بالفصون هذية؟ اتكلم. ايش بيكم تتكلموا دائما للتراحم، ما تتكلموش على اساس وانه اتابعوا بجديه الموضوع هذا، خاطر تعرف شكون صاحبك وصاحبك هو شريكك، وباش تتكلم يا يقضي عليك يا ما تلقاش روحك كمين عام. شنو الحكايه؟ بسيطه جدا. احنا نعلموكم ليتود السيناريو، ما كنتش انتم تعلمونا راه ولا تمنيكوا علينا. حوال